مساء الخير أعزائي مشاهدين اليوم السادس كل سنة وإحنا كلنا طيبين. الحقيقة السنة دي متميزة لأنه في تزامن لمناسبتين بنستناهم كل سنة، شهر رمضان الكريم والصيام الكبير. وطبعا لما نقول صيام معناها بنبتدي نفكر إحنا إزاي نطلع من الصيام بأقل الخسائر، أو يعني يا ريت كمان نطلع خاسين. لما فكرنا لقينا انه احسن ضيفه نبتدي بيها شهر رمضان، حد يظبط لنا الايقاع ونطلع باقل الخسائر زي ما قلنا. فانا معايا النهارده ضيفتي وصديقتي خبيره التغذيه المتكامله دينا الحسيني. اهلا بيك يا دينا، نورتينا أهلًا يا وكل سنه غالي، وانت طيبه. أهلًا وكل سنة وأنتِ طيبة ميرسي على إن أنا موجودة معاكِ النهارده. والله لمّا قعدنا ندردش كتير أنا وأنتِ أوحيتِ لنا بالفكرة، وقد إيه كلنا بنبقى شايلين هَم إن إحنا لمّا نصوم سواء كان صيام رمضان أو الصيام الكبير والrestrictions بتاعة كل صيام، لمّا بنيجي بقى ناكل بنعمل إيه؟ أول حاجة أنتِ لفتِ نظري ليها لمّا قلتِ لي إن الأكل مش معناه الdiet. الحفاظ على الوزن ده lifestyle، وإن هو حاجة أكبر من الرجيم أو الدايت. وقلتي إن ده بنعبر عنه بكلمة التغذية المتكاملة. اشرحي لنا بقى واشرحي للسادة المشاهدين إيه الفرق بين الاتنين. مضبوط. هو التغذية المتكاملة الفرق بين التغذية بس إن أنا أقول إن أنا هاقول لك تاكل إيه، غير إن أنا أقول لك حاجة متكاملة شاملة. أنا هاكل إيه، هانظّم أكلي إزاي، هاعمل lifestyle إزاي، وفي الوقت نفسه إزاي إن أنا أكون mentally مضبوطة وphysically active. إمم. فit's like مش بس هاكل إيه، لازم أكون هاكل إيه وهاعمل رياضة وأكون active إزاي، وهاعمل mentally أكون باعمل meditation، باعمل الحاجات اللي هي تخلّيني دايمًا stable ودايمًا إن أنا أقدر إن أنا أكون strong وأكمّل. يعني الحياة على مدار اليوم، مش بالضبط، بس هناكل إيه في ال3 وجبات أو الsnacks أو كده. بالضبط، لإن ممكن أكون active بس ما أكونش باكل مضبوط. صحيح. مش هاوصل optimal health اللي أنا إمم. عايزة أوصل له. ممكن في الوقت نفسه أكون باكل مضبوط، باعمل رياضة، بس ما بانامش مضبوط. إمم. على طول stressed، stressed. على طول مش باحب نفسي، مش واخدة بالي من نفسي، فيبقى في دايمًا ضلع ناقص. يعني فهي هو كإنه هرم كده. بالضبط، لازم أكون ال3 يعني أضلاع. أضلاع مضبوطة، محافظة عليها ال3 بمستوى واحد. إمم. يعني آكل مضبوط، ألعب رياضة أو أتحرك، أكون active وأكون mentally stable، محافظة على نفسي، حابة نفسي، واخدة بالي من نفسي. صعبة دي. يعني متهيأ لي إنها ل من أصعبهم، صح؟ هي لازم أعلّم آه. نفسي إن أنا إزاي أعملها. إمم. هي تبدو إن هي صعبة وهي مش سهلة، بس في الوقت نفسه لمّا أنا أكون حاطة في مخي إن أنا إزاي قبل ما أنام لازم أعمل meditation، إزاي أعمل اللي هو الdeep breath exercise، إزاي أعمل ال آمم، إن أنا يعني encourage yourself، إن أنا أفضل أشجّع نفسي. أنا النهارده عملت اليوم كامل طويل، عملت فيه حاجات إيجابيات وعملت سلبيات. الإيجابيات أنا هاشجّع نفسي إن أنا I'm proud of myself إن أنا عملتها. السلبيات عادي جدًا، مش don't blame yourself، خلاص اللي حصل حصل. أ دايمًا I wish إن أنا I start الday بطريقة active، بطريقة إمم. أحسن، بطريقة أحسن mentally، وإن أنا دايمًا أبقى عارفة إن أنا كل الناس اللي حواليّا، إحنا مشكلتنا إن إحنا بناخد بالنا من اللي حوالينا دايمًا، طبعًا. إمم. ندّيهم وقت أكتر، وفي الآخر خالص بناخد بالنا من نفسنا. صحيح. وده مش صح. بالعكس، أنا لمّا آخد بالي من نفسي، أهتم بنفسي، إمم. أعرف إزاي إن أنا أهتم بنفسي، هاقدر أكون قوية وهاكون موجودة للي حواليّا وقت أطول، وأنا مبسوطة إن أنا باخدمهم، مش حاسة إن هم عبء عليّا. أيوه. يعني لازم أنا أحب ما نفسي أكونش الأول. أصلًا stressed، يعني بالضبط، أبقى زي ما أنتِ بتقولي يعني أحافظ على الmental health بتاعي، جنب إن أنا أشوف هاكل إيه. و وقصة الرياضة دي كمان متهيأ لي بتفرق جدًا، يعني هي بتlead لإن أنت تبقى mentally كويس. مضبوط، يعني متهيأ لي مضبوط. الواحد لمّا بيعمل رياضة بيخرج يتمشى، يروح الgym، بيرجع كده نفسيًا أحسن. صح، هرمونز كتير بتفرز وإحنا بنعمل رياضة، بتخلّينا إن إمم. إحنا نبقى حاسين إن إحنا مبسوطين، بتخلّينا حاسين إن إحنا
يعني active. أولًا جسمنا بيبقى يعني بيساعدنا في موضوع إن ما يكونش في آلام في العظام صح. والمفاصل وكده. كله بيكمّل بعضه، يعني إمم. لازم آكل مضبوط، لازم إمم. أعمل رياضة، لازم أبقى mentally stable علشان أقدر إن أنا أكمّل وأوصل للنتيجة اللي أنا عايزاها. إن موضوع يعني إن أنا وزني يبقى مضبوط، دي هي حاجة journey طويلة، مش إمم. لازم أضبّط الlifestyle، لازم أمشي baby steps. يعني أنتِ لمّا بييجي لِك client مش بس بتقعدي تشوفي هياكل إيه، أنتِ بتدّي له lifestyle هيمشي عليه، بتتابعي كُلّه in parallel صحيح؟ مضبوط، لازم، إمم. لازم أنا بادّيكِ plan تمشي عليها، أقول لِك هتاكلي إيه. طبعًا كل حالة مختلفة عن التانية. لو أنا عندي مثلًا أي health issues بيبقى في plan مختلفة، والرياضيين plan مختلفة، والactive أو مش active، يعني كل واحد بيبقى ليه plan مختلفة. بس أهم حاجة إن أنا يعني إلى جانب هاكل إيه، لازم بنعمل رياضة. باكتب لِك في الplan بتاعتِك آه. إيه الrecommendations. هتعملي رياضة كارديو، هتعملي resistant، هتعملي الاتنين مع بعض، هتبدئي أسبوع كذا وأسبوع كذا. بن بيلاتيه مثلًا، يوجا، حاجات أنتِ معينة. بتدّي الrecommendations دي كُلّها، يعني ما بتسيبيناش إحنا نفكّر أوي، لإن إحنا متهيأ لي كل حد في الأول بيبقى مش عارف هيعمل إيه، يعني أنتِ ما ده بتاخدينا بتاخدي بإيدنا كده زي ما مضبوط. بيقولوا. دي بقى يعني it's my job إن أنا يعني أقول لِك تعملي إيه. ودي حاجة جميلة، لإن كل واحد نِفْسه يخس بس مش عارف يبتدي منين ويبتدي إيه الأول واللي ييجي بعديه. إحنا جاية لنا مكالمة نشوف مين الضيف الجميل اللي هيدخل يعمل مداخلة. ألو، مساء الخير، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعًا. مساء الخير، أهلًا وسهلًا. مساء الخير. مجدي يوسف معاكِ. أهلًا وسهلًا يا مجدي، منوّرنا. طبعًا بارحّب بيكِ وطبعًا بارحّب بضيفتِك الجميلة الأستاذة دينا الحسيني. أهلًا بيكِ، منوّرة اليوم السادس ومنوّرة الصفحة. أهلًا بيك، ميرسي خالص. كل سنة وأنتم طيبين. أنا مش عايز أطوّل عليكم، أنا عارف إن أنتم بتتكلموا في موضوع شيّق جدًا، لأ فأنا مجدي إحنا سعداء عايز أوي، أتابع. إحنا سعداء أوي بمكالمتك، وبرضه لو عايز تسأل دينا عايز تخس إزاي، عايز أي حاجة هي موجودة، اتفضل. هو أنا طبعًا دايمًا عندي أسئلة في الخسسان ده، لإن أنا باحاول بقى لي حاجة بتاع 52 سنة باحاول أخس بس مش عارف. لأ بُص أنا هادّي لك بقى تليفونات دينا وأنت مع الشخص المناسب. هو بصراحة يعني عايز أقول حاجة بسرعة عشان ما أطوّلش عليكم. اتفضل. هو إحنا رمضان السنة دي ميزته زي كل سنة طبعًا بيجمّعنا كلّنا وشهر كريم وفضيل علينا كلّنا. بس السنة دي في حاجة مميزة أوي إن كمان كل المصريين مسيحيين ومسلمين بيصوموا مع حقيقي. بعض، صحيح. وكل واحد ليه شعائره وطريقته في الصيام. بس الصيام كconcept حاجة واحدة بس ما فيش اختلاف عليها، ده إن حقيقي. الواحد دايمًا بيحاول يتواصل بطريقة مختلفة وبيراجع نفسه في حياته في الشهر الفضيل ده، وفي نفس الوقت في الصيام بتاعنا كآباط أو مسيحيين. فالسؤال بقى للأستاذة دينا، عايزين بقى تقولي لنا، أنتِ طبعًا عارفة ومتابعة طريقة الصيام بتاعة المسيحيين. صحيح. مأساة أنت سبقتنا يا في مجدي على فكرة، الكربوهيدرات. ده سؤال إحنا محضّرينه، كنا لسه أيوه. هندّيك المنيو دلوقتي. محضرين. أيوه طبعًا. مش لاقي حل يعني في الصيام، مش عارفين ناكل إيه. يعني هو يا إما كشري يا طعمية يا فول، حاجات بتحرق بتخش لا، لا، تنزل هي دينا دلوقتي ونعم، هتقول وفي لك. نفس الوقت كربوهيدرات رهيبة، وما فيش أي رجيم ولا سيستم رجيم ممكن يعدي من قدام أستاذة دينا الحسيني من غير ما توافق عليه. لأ، فنفسي أشوف حل للموضوع ده، هادّيك لو لقيتوا حل قولوا لنا. لا، لأ، أنت تابع بس معانا الحلقة للآخر ودينا محضّرة plan للمسلمين وللمسيحيين، إحنا هنطلع كلنا رفيعين السنة دي من رمضان ومن الصيام الكبير. لأ، مش هادّيك اختيارات وحاجات، وممكن يعني أفكار بحيث إن ما تبقاش زهقان، وفي الوقت نفسه يبقى في مجال إن أنت تاكل وتشبع، وما تتخنش أوي وتبقى يعني. يعني ما إمم. تتخنش أو تحافظ على وزنك، وفي الوقت نفسه تبقى ماشي بالتعليم الصيام الكبير يعني. وكل سنة بس وحضرتك خلي بالِك طيب. إن إحنا
برضه مش سهلة يعني. يعني هتجيب مثلًا أفوكادو وأحط عليه شوية مش عارف إيه وهاشبع مش هاقدر. هاقول لك أفكار. اصبر اصبر هتاخد حاجة نضيفة. شكرا يا مجدي. يعني رجاءً تواصلوا خيرًا بالناس الغلابة اللي زيي. لا لا تمام والله تمام، هندي لك حاجة تشبع. دينا تمام، توصي تمام. بيه. لأ خلاص تمام، أيوه. ده زميلي في البرنامج. لأ في أفكار ومرة وأنا تانية محضّراها يعني. دينا الفتيل منورانا في اليوم السابع. الله يخلّيك، ميرسي، ميرسي، ميرسي خالص. طيب ده شكرًا بقى ليكِ. هياخدنا، شكرا يا فندم. ده هيبقى ياخدنا بقى للسؤال مع التاني. انا فاكره برضو لما كنا بنحضر وبنتكلم كنت بسالك بقول لك في انواع كتير قوي من الدايت، في منهم بيبقى صعب ان احنا نكمل فيه وقت طويل، يعني انواع من الدايت زي مثلا الكيميكال زي قرطاي، يعني في كتير قوي بنسمع عنهم. مضبوط. بس دول بيبقوا حاله كده ممكن ما تقدريش تكملي عليها حياتك كلها. فانا أيوه، فاكره ان انت قلتي لي لا انا بفضل اتجاه تاني اللي هو بيغير مضبوط. الحياة. فاحكي لنا أكتر على الحاجات اللي أنتِ بتفضّليها وليه؟ أوكي، أنا عادةً باحب يعني أمشي بphases. إمم، دايمًا عادةً بابدأ بphase اللي هو الmoderate carb، اللي هو أنا هاكل كل اللي موجود، اهم، حتى مش لازم إن أنا يعني أبقى باعمل أكل خاص بيّا، علشان افرض إن أنا باعمل أكل للبيت كله. إمم، أكتر حاجة دايمًا عائق للتكملة إن أنا باعمل أكل لوحدي صح، وعيلتي أكل لوحدها، فطبعًا دي مش حاجة، بتبقى ما فيش مرهقة بعد شوية. sustainability، مش هاقدر أكمل إن أنا صحيح، أعمل الموضوع ده على المدى البعيد. فدايما بنقول لو انا بستخدم زيوت صحيه، بستخدم طريقه طبخ صحيه، فانا ممكن اكل بشاميل عادي، ممكن اكل محشي عادي بالمودريشن. يعني إمم، دايما بقول مودريشن. طيب هل هشبع؟ يعني لو انا مثلا عامله محشي وكلهم اكلوا وات ايفر بقى العدد الاصابع المحشي، انا يعني قلت طبق لك كده مثلا حلو كده زي ما بيقولوا. انا مثلا اقول لك لا خدي ما يعادل إمم، مثلا معلقتين 3 يعني محشي، ما بس ما يعادل معلقتين يعادل 3 معلقتين 3 رز مثلا. يعني إيه 5، 10 صوابع خمس مثلًا، 6 صوابع مشّيها 10 عشان ما فيش نكون مشكله. عايزين. بس برضو هل هشبع؟ لا لأ، مش هشبع. مش هاشبع طيب ده يبقى حقيقي. انا لازم اشبع بايه؟ إمم، بالبروتين إمم، والالياف اللي موجوده في السلطه. صح، يبقى لازم طبقي يكون يشمل كربوهيدرات، ويفضل تكون كربوهيدرات معقده اللي إمم، هي بنسميها كومبلكس كاربس، اللي هي رز اسمر، شوفان، كينوا، رز عيش القمح الكامل، إمم، اللي هي الحاجات اللي بنقول عليها غامقه بني. ونستبدل، يعني دي بتبقى بديل اي حاجه لونها ابيض، الرز الابيض، العيش الابيض، المكرونه البيضاء. إمم، يفضل، لان دي طبعا بتحافظ على نسبه السكر في الدم، ما إمم، بتعملش السبايك العادي للانسولين وتروح نازله، آه، وافضل في جعانه طول إمم، الوقت، جعانه ما بخرجش من السايكل دي. طيب فانا طبقي فيه كربوهيدرات معقده على شكل محشي، إمم، على شكل رز كشري، بني على زي ما شكل قُلتِ. على شكل مكرونه بالبشاميل، او يعني إمم. اي اللي موجود اللي انت طبخاه في البيت، مع قطعه بروتين. دلوقتي بقى هنقول بقى لو انا عامله يعني دي بروتين. دي الphase الأولانية، اللي هو أول لمّا إحنا بنيجي ما نبقاش عاملين diet خالص وبنبقى بناكل كل اللي إحنا عايزينه، عايزين بقى ن ن ن نتنظم، اه فأنتِ مش بتدّينا اللي هو very low carb الأول علشان ما يحصلناش starvation صح؟ مظبوط فبتعملي لنا الموضوع على مراحل، المرحلة الأولى دي بتسمحي لنا بالcarbs، بعد مظبوط. كده إحنا مش هناخد carbs صح؟ هنجوع بعد كده. لأ مش هنجوع، مش هنجوع. لأ بالعكس أنا هادّيكِ شكل وجبات، هتعوديني، يعني هادّيكِ هتعوديني. وجبات، إمم، وجبات أنا عاملاها لنفسي، عاملاها في تحديات، إحنا أوكي، بنعمل دايمًا تحديات زي challenges weight أيوه أنا loss. كنت مرّة معاكِ في حاجة كده. فهي الحاجات دي بتبقى فيها صور، بابعت لِك صور تدّيكِ شكل الطبق إمم، عشان برضه ما تزهقيش، إمم. عشان يبقى في variety varieties آه. في الاختيار. كنتِ قُلتِ لي برضه التقسيمة، إنه لو الطبق circular فالportions عاملة إزاي إن إحنا نبقى متخيلين، يعني مثلًا كنتِ قُلتِ يبقى نُصّها أيوه، نُص سلطة آه، سلطة وربع. أو خضار صح؟ مضبوط. يعني veggies فيجيو، أوكي، ويُفضّل يعني جزء منها يكون raw، يعني أنا ممكن أوكي، أدّي سلطة بقى دي، يبقى النُص أعملها raw salad إمم، ونُص مثلًا كوسة مسلوقة، أوكي، أو كوسة أو متحمّرة أو مطبوخة أو متشمّحة أو كده، مطبوخة، بامية، فاصوليا، كل الأكلنة، آه، ملوخية. في ناس تقول لي: "إيه ده ينفع آكل ملوخية؟" آه الملوخية ما طبعًا فيهاش عادي حاجة جدًا، إمم، دي شوربة إمم، فكل حاجة بتتاكل، كل اللي هتعمليه في البيت، وربع سلطة، وربع وربع بروتين،
وربع بقى كومبلكس اللي هي كارب. الكومبلكس كارب. هاجي بقى اتطرق على حته، طب في الصيام الكبير هنعمل ايه؟ في لما كل ما بقول بروتين، مش شرط البروتين يكون يعني هديكي فكره، انا ممكن اعمل مكرونه بالبشاميل في الصيام الكبير بدل اللحمه المفرومه اعملها بالمشروم، مشروم او التوفو بسلة وجزر. مثلا، او بسله وجزر، او لو هي تبقى أو نباتيه توفو زي او ما انتي كده قلتي. مثلا. طيب اللبن هستخدم بداله الموند ميلك صحيح. او يعني اي نوع من انواع الميلكس البدائل يعني. الميلكس البديلة دي. بلاش صويا كتير، عشان بس احيانا في بعض الاشخاص بتعمل مشكله في الغده الدرقيه في رايس استخدامها ميلك، مش الكتير. كده؟ في رايس في ميلك، رايس في حاجات كتير، وفي شوفان، في ميلك لبن ولبن الشوفان، الاوتس. القوت. والحاجات دي متوفرة هنا، يعني موجودة في متوفرة كندا أكتر من جدا، مصر مثلا. متوفرة يعني دلوقتي في مصر وفي كل مكان، بس في كندا هنا موجودة. سهلة طبعا. وكمان ممكن انا اعملها، يعني انا ممكن اجيب شوفان انقعه واضربه في الخلاط بقى لبن شوفان. ممكن اجيب أوكي. لوز انقعه ليله كامله والصبح اضربه في الخلاط واصفيه. يعني هو بقى ده اللبن اللي احنا بنشتريه ده بيبقى مجرد اكستراكت من البرودكت نفسه، اللي هو بالظبط. الالموند او انا ما كنتش عارفه كده، فاكره ان ليه عليه اضافات. لا بالعكس، يعني انا انت لما مجرد ما تعمليه انقعه في البيت واضربه يبقى فعلا هيبقى عامل زي الكريم، بالظبط. وده يتعمل كانه بشاميل بالظبط. وكمان ممكن تعملوا منه جبنه تبقى حلوه جدا جدا. نفس الالموند ده لما افكار بتضربيه في هي الخلاط، علشان مجدي ما يقولش انه ما عندناش افكار. بالظبط. افكار كتيره. طيب نفس الفكره انا ممكن اعمل قرنبيط محشي، مشروم محشي، بقى اي خضروات. كنت بتقولي لي البوتس واحنا جايين كنا بنتكلم على القوارب الخضار سواء كان بروتين حيواني او افكار تانية. بالظبط. هي البوتس دي من اكتر الحاجات الفيجي بوتس. اعمل بوتس بتشبع، شكلها جميل، بتديكي شعور ان انت اكلتي وشبعتي. والبشاميل بقى بالافكار اللي انت قلتيها دي، املي بقى البتنجان، صح؟ بالظبط. تاني بالظبط. بتنجان، كوسه، قرنبيط، قرع، يعني نشوياتي شويه بس ينفع يعني. بس لا، بس صحي. ما هو بس احنا صحي. برضو في فرق بين النشويات الصحيه، النشويات الطبيعيه. لو انا عايزه وزني ينزل مش هاكلها بكميات كبيره، ولكن طبعا انا بفضلها عن العيش. يعني انا لو هاكل حاجه كده هتشبعني، بدل ما اكل حاجه صغيره واغمس واشبع بالعيش. العيش في جلوتين، ويعني في بيتخن وكده. طب عايزاكي بقى مثلا تدينا كده بلان لمشاهدين اليوم السادس بس، ويبقوا هم يحكوا لاصحابهم. انا مثلا في يوم الصيام احنا بنعمل غلطات كتير قوي في صيام رمضان، عشان احنا طبعا بنوقف اكل لحد الساعه 7، فالناس بتبقى داخله بقى هجمه. الخطوات اللي هي زي ما انتي بتقولي، محدش يتحرم من حاجة، بس نمشي ايه وبعدين ايه وبعدين ايه. يعني ادينا كده بروتوتايب من الفطار للسحور. تمام. يبقى مثلا لو انا هقدر اعمل، لو انا يعني عايز التزم بالرياضة وهقدر اعمل رياضة، افضل وقت لان انا اعمل رياضة هي الساعة الأخيرة من الصيام. يعني قبل ما أفطر بالساعة أو ساعة ونص. هعمل ودي بتبقى سهلة قوي. هي الناس بتبقى فاكرة انها صعبة، بس هي بتبقى في منتهى الجمال. هي مجرد ما الواحد يجرب هيستمتع ويتبسط جدا، بس بشرط يكون خلاص محضر كل حاجة. طبعا بس قصدي مش صعبة ومش مستحيلة، والواحد ما بيبقاش مرهق زي ما هو فاكر لو نزل يتمشى ويبقى خلص، لانه بيتقل بعد الفطار، وبعدين بيبقى في بقى بعد كده تراويح وحاجات تانية، فانت ما بتعمليش رياضة بالليل. الاوبشن التاني لو الواحد مثلا بيشتغل وهيرجع متاخر ومش يعني هرجع اعمل فطار فمش هلحق، ما عنديش الساعه اللي قبل، يبقى اي وقت ساعتين بعد يعني من ساعتين ل3 ساعات بعد الفطار. طيب افرض لا صليت التراويح ورجعت تعبانه ومش هقدر، يبقى الساعه او الساعه يعني قبل الفجر بساعتين، اللي هي ممكن اعمل رياضه واتسحب وابدا كده الصيام. وبرضو اللي بيصلي التراويح ما هو ده نوع من انواع الرياضه، يعني أكيد. فاضعف الايمان يعني لو مش قادر. صح. فطيب نكسر بقى صيامنا على ايه؟ طيب يعني افضل حاجه لكسر الصيام هو ان انا اخد بلحيه تمرايه واحده، ومعاها يا اما كوبايه ميه يا اما نص كوبايه لبن عيران، او اللي هو اسمه هنا في كندا كفر. طيب
ده الايديال. طبعا اللي عندهم سكر ممكن يعني يختاروا تمرية صغيرة ويتأكدوا ان هي ما فيش اي مشكلة طالما بياخدوا الأدوية بتاعتهم وكده. السؤال هنا بقى، هي يا واحدة يا 3 صح؟ عشان أنا عارفة إنه ايوه يعني اديهم مساحة برضه عشان أنا باخد 3 حسب حجمه. اصل النجول مثلا صغنن قد كده، كده. لو صغير ماشي، لكن النجول الكبار أصل أنا دي اتخضيت لوحدها. واحدة إيه بالي من 3 و3. هو فردي. لا يا ايوه، واحدة يا 3. يا واحده يا أوكي. ثلاثه. لا طبعا لو هي بس كبيره مش خدي. بعديها على طول العصير، عشان ده طبعا غلط شائع. كل الناس بتكسر صيامها بالعصير. هو العصير لو مضاف ليه سكر طبعا يبقى لا، طبعا سكر. يبقى الافضل لا. مم. يعني مش اوبشن حلو. بس طيب هقول لا ده انا نفسي في قمر الدين مم. والكركديه ماشي، بس مش كل يوم كل يوم. يعني اكسر صيامك على تمرايه مع لبن كفر ميزته انه هو فيه بروبيوتيك، في مم. خمائر طبيعيه. دي معلومة جميلة جدا. دي من مم. اجمل الحاجات اللي بتخلي بدايه الهضم، بتخلي المعده تستعد ان هي تهضم. فيها خمائر او يعني بروبيوتيك، مم. بكتيريا نافعه هتخلي الهضم حلو. فهي نص كوبايه مع اوكي. تمرايه او 3 تمرات لو صغار ما مم. فيش مشكله. شكرا. اه ويعني انا مش بنصح بالعصائر لان هي اوكي. بتبقى كلها سكر. مم. لكن لو نفسي نشربها مره مرتين. ومتأخر متهيألي، مش وقت قبل الأكل. ممكن بعد التايمينج التراويح. كمان. يعني ممكن بعد مم. التراويح يكون الواحد اخد وقت طويل، يعني مسافه كده بين اه الفطار والده. بعد طيب كده بقى. فطرت انا تمرايه، مم. اعمل ايه؟ اخد بقى طبق شوربه. اوكي. ويفضل تكون شوربه، يعني لما اقول خضار مش تبقى شوربه خضار زي بتاعت اللي هو بقول لا دي شوربه عيانين. لا، احنا هنعمل شوربه خضار مم. حلوه. شوربه هديك بالوصفه بتاعتها. ممكن تبقى شوربه طماطم، ممكن شوربه كوسه، شوربه بروكلي. عباره عن ان انا يعني تبقى البيز بتاعها عباره عن مثلا احمر بصلايه صغيره مم. معاها معلقه بتديها نكهة شوفان. يعني. معلقه شوفان. اللبن الشوفان ده انا هجربه، لانه هو هيعمل مثلا الكريم سوبس ممكن يتعمل بيها. يعني اكيد بروكلي بلبن الشوفان. مظبوط. الماشرومز نفس الكلام، يبقى الواحد بيغير كل يوم. بالظبط. ويعني ممكن تدينا مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين شهرية أو لسان عصفور، عشان برضو بنحبهم. ما فيش مشكله. يعني ما هو كله ممكن. يعني كله نعمل in ميكس moderation. شوية. كله in moderation. يعني انت يعني بتاخدي هتحطي مج صغير يعني. بالظبط. فلو انت هتحطي لسان عصفور او شعريه او كده مش هتكون كميه لا كبيره. لا، ففي الاخر بس مش عشان هتبقى الواحد ما يزهقش، لان ده اكتر بالظبط. شهر احنا بنركز ان احنا نشرب شوربه في الاول. ففي فرايتي كتير. نعمل شوربات طماطم، بروكلي، خضار، شوربه مشروم، شوربه عدس. يعني هي الحاجات دي بتهيئ برضو المعده ان هي أيوة. تبتدي تهضم حاجه يعني دافيه. بتبتدي انه يلا هبدا يبقى فيها هضم واحده واحده. وبعد كده بقى ايه يعني ابدا بقى عندي بروتين وسلطه. يعني الاثنين مع بعض. انا بفضل طبعا اخد السلطه الاول لان الفايبر اللي فيها الدهون الصحيه لازم نحط فيها زيت زيتون، دهون صحيه. لازم نحط سبرينكلز كده عليها من ال nuts and seeds. مثلا فتبقى سلطه يعني متكامله مفيده حلوه ما فيهاش اي. ممكن بقى احط عليها اي نوع من انواع الجبنه، او لو انا هاكل بروتين وفي جبن نباتي يعني مصدرها نباتي صيامي يعني. صيامي. بس فهي كده. بعد كده بقى لو لسه مع السلطه بقى دي ممكن ناخد قطعه بروتين. يعني مع السلطه والبروتين. وبعدين بقى ممكن اخد كومبلكس كارب، اي نوع من انواع الرز اسمر. رز بقى ممكن ساعتها احط عليه مثلا شويه خضار، يبقى دول بقى يعني كاني بكافئ نفسي في اخر الوجبه. بالظبط. وانت اوريدي هتكوني خلاص شبعتي. بس برضه هي مفيد. حلو ان انا اخده. بس ما اجيش ابدا الطبق بغرفتين كبار من الحله الكبيره. ودايما يفضل الكيل برضه من الحاجات اللي تخلي الواحد ان هو يبقى ظابط ان هو يعني ياكل ويبقى حاطط طبق، يعني حاطط البورشن قدامه. مش يفضل يغرف. ما يفضلش يغرف. لا، هي يغرف مره ويخلص ويقوم والحمد لله. حلو قوي قوي. احنا جاي لنا مكالمه وبعدين نكمل. طيب ماشي. الو. مساء الخير، ازيك يا استاذه غاده؟ مساء النور، اهلا وسهلا. مين معايا؟ معاكي منتصر، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا منتصر؟ اهلا بيك، نورتنا. نورك، الحلقه حلوه قوي ومعلومات قيمه جدا جدا من الدكتوره، وبجد بحييكي جدا على الحلقه ديت. ربنا يخليك. لان
خصوصا الناس ذوي الامراض المزمنه زي حالاتي كده، عندهم ضغط، اللي عندهم سكر. مم. ف رمضان بالنسبه لهم يعني لو ما ظبطوش اكلهم بتبقى مشكله كبيره. طبعا. ف... يعني نفسي كده في وصفه ازاي الواحد ياكل ويصوم في رمضان، بس سكر ما يعلاش وضغطه ما يعلاش. صعب مظبوط. صح؟ انت لا مش صعبة. لا مش صعبة والله، ما لا انت لا متابع لا واحنا مبتدئين من اول البلح يا منتصر، خدنا خطوة خطوة لحد السحور والتزم لو سمحت. وبتقول لك ما تاخدش لا حلويات غير مرة صايم، واحدة في يعني الأسبوع. انا باشا في الصيام. انا عايز اكل. لا بيقول لك هي عايزة عايزة، اكل، مش لا عايزة لا هي بس ضبط عايزة ايقاع فعلا زي ما قلنا. يعني هي عايزة بس تظبيط الكميات. يعني الواحد مش لازم يقول مش هاخد خالص، نفسي في قمر الدين، نفسي في الحاجات دي اخد، بس مش لازم اخد الكوباية كلها. اخد جزء، يعني حبس ابقى من نفسي شربت. مم. بس هي عموما انا لو شربت كوبايتين او 3 كوبايات او نص كوباية، في الاخر الطعم اللي بيفضل صحيح. في البق هو اخر بق. عندك حق. فلو اخدت بق واحد او بقين هيبقى كده كفايه. ونفس الكلام بالنسبه للحلويات، يعني مم. مش هنقول لا خالص، بس يعني برضو يعني انكوشن، لان يعني لو انا عندي حاجه مزمنه لازم اولا انتبه جدا ان انا اخد الادويه في مواعيدها مم. مظبوط، تمام واكل كل حاجه. بس اقلل قوي الكربوهيدرات، ممكن استبدلها بكربوهيدرات يعني كومبلكس معقده، الكومبلكس. مم. بس برضو كميات قليل قوي. طيب وهش طب دكتور، انا مش انا بصوم، معلش يا غدا، لو اتفضل. مش انا بصوم، طب انا طبيعي لو خدت سكريات في السحور مثلا او الفطار، طب ما انا هقعد 12 ساعه ما اخدش حاجه، مش ده يحرق كل اللي انا اكلته في الفطار او السحور؟ هو يعني هي دلوقتي مش مسألة حرق، هي مش حرق كالوريز، هي ان انا مش عايز يحصل سبايكنج عالي جدا لنسبة السكر صح. والانسولين في الدم. مم. يعني هي بس دي الفكرة. ف يعني يفضل دايما الواحد ياخد لو نفسه في حاجة in moderation قوي قوي قوي، وفي الوقت نفسه يعني يبقى واخد باله ان هو ما يجمعش كذا سكريات في مم. نفس. يعني دلوقتي انا هقرر انا في الفطار هاكل تمرايه ولا هشرب قمر الدين، لازم اقرر، ما ينفعش اعمل الحاجتين مع بعض. صح. ده عموما لكل الناس. ولما يكون عندي كمان مشكله دايابيتس، يعني دي بتبقى محتاجه برضو ان انا اخد بالي اكتر مم. علشان ما تعبش، يعني ما يحصلش السبايك ده. في بالظبط. حاجة تانية اخر كمان. سؤال بقى. لا اتفضل. قولي غير. كنت عايزة أضيف حاجة لا بخصوص اوكي اتفضل. السكر، وهسيبك طبعا تسأل السؤال اللي بعده. أنا عارفة إنه السكريات بتجوع، مظبوط. فاحنا متهيألي ان احنا يعني وانت اكدي لي، هل احسن حاجه ان احنا حتى لو نفسنا ناكل الحاجه الحلوه دي نختم بيها اليوم؟ عشان منتصر قال ما انا بصوم بعد كده 12 ساعه، فممكن يبقى بيفكر اخد حاجه اللي في نفسي بحبها وبعدين اصوم. هل فعلا اخر حاجه دي بتجوع؟ لانها احنا بناكل حاجه مسكره بنبقى عايزين ناكل تاني بعد ساعه. مظبوط. هي هتكون بين، يعني انت، يعني احنا بنقول ممكن بعد ساعتين من، يعني اكل وجبه صحيحه صحيه ما فيهاش سكريات، وبعدين اخد از سناك لو نفسي في اي حاجه حلوه، بس يفضل ما تكونش اخر وجبه. يعني خصوصا اني مش هحرق بعدها، مش هتحرك بعدها، فتبقى يعني وهنجوع بقى، هنصحى بالظبط. الصبح جعانين لو اكلين حاجه مسكره في الاخر. بالظبط. اتفضل يا منتصر كمل. يبقى ما تاكلش اخر حاجه مسكره يا منتصر. لا انتوا غيرتوا كل المفاهيم. يعني انا حسيت بس انك كويس عايز والله، تاكل يعني كنافه قبل ما تنام مثلا، فانا بقول لك بلاش. والله انا لسه ضارب كنافه بالقشره دلوقتي. مش مشكله، ما واضح انت ان انا لسه مش عملت هتنام نفس اليوم. دلوقتي. طب اتفضل اسال دين. ليه انا بقالي مثلا، احنا 3 رمضان دلوقتي، بكره ان شاء الله 4 رمضان. بقالي يومين او 3 في بدايه الصيام دلوقتي ريقي بيبقى ناشف جدا على الظهر. يعني هل ده ليه علاقه بالسكر او هو عموما؟ يعني اعمل ايه عموما عشان ما تحسش هقول لك في السحور لازم الميه في جسمي وما اعطش. مظبوط. في وجبه السحور خلي يكون عندك، هديك نموذج من الطبق، يكون فيه بيض، معلقتين مثلا زبادي يوناني او زبادي عادي،
ومعلقه كوتج تشيز. ممكن بقى يفضل خيار. من غير عيش، يفضل لو تقدر يعني. طيب هتشبع، حط بقى خيار كتير، فلفل الوان، هو ده اللي هيشبعك. الالياف اللي فيه، الميه اللي فيه، الخيار والفلفل الالوان، واختم بموز. هو الموز فيه بوتاسيوم، هو يحافظ على الترطيب في الجسم، هيديك ساعات طويله جدا من عدم الشبع، هيخلي في ترطيب في الجسم مده طويله. واشرب ميه. يعني هي الكي في السحور الخيار والموز. منتصر، انا عايزه اقول لك انه انا كلمت مع دينا من 3 أو 4 ايام، كنا بنرتب هنعمل ايه في الحلقه، وانا فعلا بقالي 3 ايام ماشيه على التوجيهات بتاعتها في حته الموز والخيار، وفعلا ما بحسش بجفاف الحلق اللي انت بتقول عليه ده. حلو قوي، حلو قوي. لا خلاص، جرب هتحس يعني هتلاقي ما في اي حد قبل ما يقفل واجيب موز. لا ممكن، مش مشكله نسلكك موزتين لحد الصبح. شكرا جدا ليكي، نورتنا يا منتصر. حلو قوي، ويا ريت تتكرر. وشكرا جدا للدكتوره، شكرا جدا ليكي. شكرا، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وانت طيبين. باي باي. طيب، كلنا بقى الفطار. انا فاكره انك قلتي لي لو تقدري كمان ما بين السلطه والشوربه ان انت مثلا تصلي المغرب وترجعي، لان لو فصلنا بيحصل بنشبع اسرع. بيبقى صح، بيبقى افضل، بيبقى عندك جزء من وقتك بدا يحصل هضم. مثلا انت اكلتي الشوربه والسلطه مثلا، وتقومي تصلي، ترجعي تبتدي تكملي بقى بقيه السلطه مع البروتين، مع الكربوهيدرات الموجوده، سواء اي حاجه محطوطه على السفره. مش هنبقى جعانين زي لو خدنا الميل كلها وان شوت. انت لما بتاخدي الميل وان شوت بتقولي ايه في النص؟ انا مش قادره، انا فطست، انا مش قادره. أيوة. وبتكملي وبتضغطي على نفسك. لا، قومي، اهضمي شويه. الحركه يعني انت في الصلاه هتتحركي، هتهضمي، ترجعي تكملي. أيوة. تحسي ان انت وما اعتقدش هتستهلكي نفس الكميه لو خدتيهم كلهم ورا بعض، لانك غالبا هتكوني شبعت شويه. صح، انا يعني دي بالتجربه يعني. أيوة. هو الواحد بيبقى نفسه ياكل عشان الاكل طعمه حلو. أيوة، بس هو فعلا لما بيفصل ويرجع بطنه بتقفل اسرع. طب احنا جاي لنا مكالمه ثانيه. طيب ماشي. طيب اوكي، المكالمه قطعت. طيب. اكيد هيرجعوا يكلمونا تاني. طيب كملي بقى، اتفضلي. طيب خلصنا، صلينا واكلنا وطيب ورحنا صلينا التراويح ورجعنا. او اتفرجنا على ما حدش يتفرج على التمثيليات وياكل حاجات حلوه في نفس الوقت. لانها هتبقى يعني طبعا مش تبقي واخده بالك من الكميه. فلو انا عايزه اكل حاجه حلوه، انا بقول ايه، ما ينفعش كل يوم. مش هينفع كل يوم واتوقع ان انا اخرج من رمضان خاسه. صح طبعا. طيب ولا حتى محافظه على وزني. لو انا عايزه احافظ على وزني هاخد مرتين في الاسبوع حاجه حلوه قوي، كنافه او قطايف او بقلاوه او whatever بقى الحلويات الرمضانيه دي. وتبقى يعني بورشن يعني قد، عارفه علبه. شفتي انا بعمل لك ازاي وانت لا انا بقول فاكره علبه الكبريت بتاع زمان. انا بعمل كده، مش كبيره، صغيره، حاجه كده يعني. يعني قولي طب قد المشط كده يعني، قولي مثلا يعني حته كنافه او بسبوسه قد كده. لو هلتزم بمرتين في الاسبوع يبقى انا كنت فاكره انك هتقولي لنا مره، فانت يعني ده انت كريمه. لا، ما انت مره هتبقى عندك عزومه ومره تانية في نص الاسبوع، فماشي. لو قدرت ونجحت ان انا فعلا ما اكلش غير دول، ممكن احافظ على وزني. لو قدرت بقى وعندي عزيمه ان انا ما الحاجات دي ما اخدهاش خالص، اكيد وزني هيزيد. الحلو اللي هو مرتين في الاسبوع وبقيه الايام فاكهه. يعني تمرايه من الوجبه. لا، تمرايه دي غير تمرايه بتاعه الفطار، وموزه بقى في السحور. مفيش في النص فاكهه. احنا شلنا الكنافه كمان، مش هتدينا فاكهه، ادينا فاكهه. يعني ليتس سي مثلا يوستفنديات صغننه، مش عارفه ايه، ممكن دي بقى اللي هو فاكهه دي بعد الاكل بايه، ب 2 hours. يعني انت مثلا مش على طول، لا مش بعد الاكل على طول، يفضل ب3 ساعات تكوني يعني هضمتي. دايما ندي مساحه، يعني ما ناكلش يا دينا بعد الاكل اي حاجه مسكره، ايفن لو كانت فروتس. بالظبط. يعني ده افضل حاجه، علشان ما يبقاش فيه على طول شعور بالجوع والانسولين في جسمنا. يعني يبقى يعني نخليه ستيبل كده شويه. تمام.
ما لو انا وجبتي صحيه هيفضل نسبه الانسولين يعني فما بوظهاش بقى بان انا اخد وراها بان انا ارفعها اوكي. تاني. طب الشاي والقهوه والنسكافيه، عشان دي الحاجات اللي احنا كلنا بنعملها غلط، يعني بنخلص ناخد على طول الحلو وناخد معاه شاي او نسكافيه، ده غلط برضه. هي دي عاده مش مظبوطه، والافضل ان احنا نوقفها. هي طبعا دي بتعدل لنا دماغنا والكلام ده. هو كويس ان انا ابقى عارف الصح من الغلط وانا اقرر بقى انا هعمل ايه، بالظبط. اوازن. ما تبقاش دي العاده، يعني اعملها لما ابقى نفسي، بس ما تبقاش دي العاده. اولا احنا المفروض ان يبقى في مسافه بين الوجبه والكافيين علشان الجسم يمتص المعادن، بالذات الحديد والمعادن من الوجبات. فيفضل بعد ساعتين اشرب بقى النسكافيه او الشاي او كده، يعني مش ويفضل من غير مفروض سكر. نشرب بعد الاكل على طول. يعني ده حتى في مش بس في رمضان، يعني اه. حتى في الفطار العادي مش صح ان انا ابقى بفطر وبشرب في نفس شاي الوقت. بنعمل كده. يعني باكل اكله مثلا الفول، الطعميه، الحاجات دي فيها حديد، دي يعني مفيده. فالكافيين بيكسر الحاجات المفيده. لا بيخلي الجسم ما يمتصهاش. فتلاقي ناس تقول لك ايه ده، يعني انا عندي مثلا انيميا مع ايرون ديفشنسي، مع اني بفطر فول وباكل سبانخ وحاجات كده، ولكن المشكله بشرب كافيين معاها فكاني ببطل الفايده بتاعتها. بالظبط. طب احنا جاي لنا مكالمه. ماشي. هو واضح ان في حد بيحاول يتصل بس بتقطع. طيب احنا موجودين. اتس اوكي. تمام. عايزه اسالك على حاجه. الميه، اخبار الميه ايه بقى في اليوم، سواء طبعا اليوم العادي او يوم الصيام؟ الميه بنبتدي بيها بعد ما نخلص اكل، نشرب ميه، نشرب في نص الوجبه. الميه فيها تنبيهات كتير، كان دايما يقولها لنا ما تشربش كتير بطنك تتنفخ، يعني كان في كده يعني مظبوط اولد ستوريز. دلوقتي العلم بيصلحها. ايه بقى الصح؟ هي الميه اهم حاجه في كل موضوع التغذيه. من اهم الحاجات اللي اولا تخلي الهضم مظبوط، تحفز الحرق، تخلي الجسم في الانفلاميشنز اللي في الجسم، اللي في الركب والايد والمفاصل كده ما تبقاش موجوده. طيب عموما المفروض ان احنا يعني نشرب في رينج 2 لتر في الايام العاديه. بتبدا بكوبايه اول ما اصحى، وبعدين بقى تتوالى بقى ان انا ايه، قبل كل وجبه بساعه كوبايه ميه، وبعد الوجبه بساعه كوبايه ميه. فهوصل في اخر اليوم ان انا اكون بس انا ممكن اشرب براحتي، يعني لو جوه الوجبه شربت ما فيهاش حاجه. الافضل ما فيش مشكله، بس الافضل ان انا افصل، عشان ممكن قبل تخليني يعني اشبع بسرعه. ولكن ما هتخليه يبقى في صعوبه في الهضم. يعني مش ريكومندد ان احنا نشرب ميه جوه الميل. جوه الميل لا. اوكي. يعني قبل الميل في ناس يعني زي الشاي كده بيقعد يشرب ميه ويكمل اكل. مش صح. كل دي عادات حلو ان احنا نفهم انها مش صح. مش صح، لان فاكره كانوا يقول لك ما تشربش مع الاكل عشان هيطلع لك كرش. أيوة. هي فعلا بتعمل كده. انما هل ده معناه ما اشربش؟ المعده تخليها بلوتد. بالظبط. انما اشرب قبل واشرب بعد بساعه، قبل اكون خلاص جسمي امتصها اولموست لحد ما تيجي الوجبه، وبعد اكون جسمي تقريبا بدا يهضم الاكل، فما تعومش. يعني انت لو اكلتي مكسرات مع ميه بتعوم، بتعمل لك بلوتنج، بتحسي بطنك نفخت من غير لازمه. طب انا عندي بقيه اليوم. طب في رمضان بقى الوقت ضيق جدا، مش هلحق خالص، غالبا مش هوصل للتارجت بتاعي. مش هوصل، بس المفروض يعني ان انا كيب اب كميه الميه. يعني انا ممكن يعني بدايه هكسر صيامي، قلنا ممكن يعني انا مثلا بحط نص كوبايه ميه ونص كفر، يعني بقين كده في الاول، وبعدين ابتدي اخد الفطار بتاعي. اخد وانا رايحه اصلي، يعني مثلا رايحه اصلي مثلا العشاء او التراويح او كده، اخدها معايا واحاول ان انا اخلص مثلا نص لتر ما اقدر بقى نص لتر. وبعدين مثلا بين السحور بين الفطار والسحور اشرب لتر كمان، على السحور كوبايتين. يعني انا اظبط بقى. هي عايزه كونسيوم، يعني استهلك لازم اكتر
كميه ميه ممكنه بس مش جوه الوجبتين. بالظبط. دي التip اللي احنا نركز فيها. طيب الأفضل. احنا جاي لنا المكالمه اللي هو حد غالبا بيحاول يتصل. اي هوب ان احنا نقدر ناخدها، نجرب كده. الو الو، مساء الخير. مساء النور. الو. ايوه اهلا يا غاده. اهلا يا سحر. مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان وانتي طيبة. كريم، وبجد منورين النهارده جدا، وفي ديكورات حواليكم جميله أيوة، قوي. رمضان برافو كريم. للمخرج، عامل لنا جو كده رمضاني حلو قوي. انتوا سامعيني؟ احنا سامعينك، واحنا معانا سحر اورا صديقتي الجميله منورانا. وايه رايك، ايه رايك في الالوان؟ منوره. دي جميله، ما انا بقول لك المخرج عامل المخرج شغل جامد مدلعنا يعني. والله، واحنا لا، لابسين كمان ما شاء عبايات الله. رمضان انا ودينا وعايشين الفايب تماما. دينا منوره. الله انا يخليكي، ميرسي بصراحه يا سحر. كنت من المحظوظين اني اتعاملت مع دينا، وبجد لا تتخيلي يا غاده انا استفدت منها قد ايه. جميله دي. واجمل حاجه في دينا ان هي مش بتديكي جدول تمشي عليه، بس هي بتديكي لايف ستايل صح. للحياه. عارفه اللي هو تعرفي تجيبي الحاجه اصلا منين، تشتريها منين، تعمل لك وصفات حلوه. فانا يعني من خبرتي معاها انا طلعت مستفيده قوي بصراحه في الفتره اللي كنت مواظبه معاها فيها. ميرسي، الله بس انا يخليكي يا سحر. عندي سؤال. اتفضلي. انا حاسه ان انا من اول رمضان وانا بره الدنيا خالص. سامعينك كملي. انا بتشتكي من اول ايه؟ رمضان وانا مش مظبوطه. بتشتكي من ايه؟ انا مش ما اعرفش مش ما فيش تركيز، انا نايمه على نفسي على طول. انا بصراحه انا مريضه غده درقيه. فهل مع بدايه رمضان مثلا علشان حصلت لخبطه في المواعيد بتاعت الدواء بتاعتي، انا باخد دواء الغده لازم يتاخد على الريق. صح. ايوه. واقعد شويه كده لغايه ما ابتدي اكل. صح. انا بنسى اخد الدواء خالص. اوكي. طبعا ما ما هو هي ده. دي. طبعا ما ينفعش. من اول رمضان. لا ما ينفعش. انا في عدم تركيز معايا. يعني انت عارفه انا بحارب، عايزه انا يعني ماسكه. طلعت انا كنت نايمه على نفسي اصلا قبل البرنامج، نايمه على نفسي بالكامل بعد الفطار. وبحاول اقاوم كده علشان عايزه اطلع يعني اتكلم معاكم وافهم انا في ايه، ليه اللخبطه اللي عندي دي. يعني طب انت مش مظبوطه خالص يا دينا. طيب انت على الرغم ان انا الفطار بتاعي خفيف جدا، يعني انا اول ما بفطر برضو باخد الشوربه. وتطلع واطلع اصلي المغرب وارجع تاني اكل بس. وحاجه بسيطه قوي وفجاه افصل انام. اروح في النوم. مش فاهمه. لا طب اسالك سؤال. انت دلوقتي السحور بتنامي وبعدين تقومي تتسحري ولا بتعملي ازاي؟ لا انا بدني نايمه تقريبا من الفطار. ايوه. من بعد الفطار واصحى وانام، اصحى وانام وداني قاعده لغايه السحور طبعا علشان انا اصحي كل اللي في البيت يتسحروا يعني. خلاص يبقى الدواء بتاعك تاخديه في الوقت. انام تاني على الساعه 6 7 الصبح. ايوه. واصحى على 12 اروح الشغل. يعني واخده بالك؟ أيوة. الموضوع متلخبط على الاخر معايا. لا يبقى عشان ما تنسيش الدواء بتاعك هتحطي التابلتس بتاعتك على ترابيزه السحور. انت هل هي فعلا ممكن يعمل كده ده معايا؟ يعني اكيد طبعا 3 فعلا ما بيستخدمش. انا باخده طبعا بعد كده لما بفتكر انا باخد الدواء. لا متهيألي ده ليه علاقه بالميعاد. بيبقى عشان ثبتي الميعاد. لازم تبقي مثبته الميعاد يا صح. واضح. لازم معدتك تبقى فاضيه عشان يوم ما النتيجه بتاعته بسرعه. صح. بس لكن انت انا يعني في معلومه انت قلتيها جميله في البرنامج بصراحه انا عايزه امشي عليها. موضوع السحور الموز اللي ان انا اكل موز ومع زبادي ده. وهل ده كفايه ان انا اكل موز وزبادي وبلاش بيض وفول؟ لان انا برضو يمكن باكل بيض وباكل فول على السحور من غير عيش. لا لازم بروتين. بجوع قوي. لا لازم يكون في بروتين حلو، يعني بيض، لازم بيض حلو او فول.
او جبنه يعني قريش او مش كفايه زبادي. الموزه، مش كفايه الموزه مع الجريك يوجرت. لا الموزه يعني هو الجريك يوجرت بروتين، بس لا انا بس بروتين يعني سهل خفيف. سهل الامتصاص، فهيمتص بسرعه، قصدي سهل الهضم، هيهضم بسرعه، فهتجوعي بسرعه. صح. عايزين بيض، فول، حاجه كده طالما هتاكليه من غير عيش يبقى حلو. يبقى كلي بيضه، كلي معلقتين فول او فول او او صح، احنا مش ناخد الاثنين مع بعض يعني طبعا. حطي 2 بروتين مفيش مشكله، او بصي انا 3. امبارح اكلت فول وخيار والموزه، انا كان ممتاز يا سحر، كنت شبعانه جدا وما انا عطشتش. انا باكل بيض وفول، انا باكل البيض والفول حلو حلو يعني مع بعض بصراحه الاثنين تمام. مع الزبادي، بس من غير عيش خالص. حلو حلو لان انت أوي. انا كده بجوع صح قوي، وخصوصا لما بتروحي وبتشتغلي وكده بتبقى طبعا. مظبوط العمليه صعبه يعني. صح. الى جانب بقى ده يعني اللي انت طيب قلتيه، وخدي بقى موزايه واشربي ميه، يبقى انت كده ان شاء الله مش طب هتعطشي. سؤال تاني يا دينا بعد اتفضلي. اذنك، هو يعني انا الموز ممكن اكله على طول بعد ما حتى لو كلت البيض وكلت الزبادي؟ يعني معلش في رمضان ما فيهوش اي مشكله؟ هو لا هي عشان اصل متهيألي الموز دي السحور. بتكون وجبه. ما هو بصي عشان احنا ما في عندناش وقت وقت. رمضان الوقت مزنوق. في الايام العاديه لا، بعتبر البيض سناك بعد الفطار بساعتين او 3. انما انت هنا مفيش يعني وقت. لو حاسه انك شبعانه قوي خدي نص موزه. بس الموز فيه بوتاسيوم هيحافظ على ان الجسم يحتفظ بالترطيب الميه اللي انت شربتيها او كده يعني. واشربي ميه، لازم تشربي ميه كتير، ولازم تاخدي الدواء بتاعك واظبطيه ان انت تاخديه في معدتك. في معدتك تكون يعني فاضيه شويه. فاعتبري ان انت مسافه من الفطار للسحور خديه في السحور. ميرسي جدا جدا، وسعيده قوي بالتواصل معاكم. الله يخليكي. والحلقه جميله بجد وشيقه، ومخليه الواحد قاعده كده. انت متخيلاني يا غادي انا واخده التليفون وطالعه لوحدي في الاوضه فوق، واخده بالك انت؟ انا عامله كده. والله انت نورتينا، وانا مبسوطه ان هي شيقه. الموضوع لا صعب، دينا بس كلام ان شاء الله معاها فعلا هفوق كده باذن جميل. الله على رابع خامس يوم رمضان ان كده. شاء الله. لا ان شاء الله هرجع لحياتي هتفوقي. ان شاء الله. ونورتينا يا سحر. ميرسي قوي قوي، واشوفكم على خير. حبيبتي ميرسي يا تسلمي. سحر. باي باي، شكرا. مع كل سنه السلامه. وانت طيبه ورمضان كريم عليكم. وانت طيبه حبيبتي، رمضان كريم عليك. حبيبتي. ده بقى مكالمة سحر دي هتدخلني للسؤال اللي بعديه. قد ايه انت شخص مريح، والتعامل معاكي لاستس. طبعا مفيش كلاينت هيفضل معاكي طول حياته، بس الفترة اللي هو موجود فيها معاكي انت بتبني جيرني جميلة معاه. ولما سألتك انت بتنتراكت ازاي، طبعا انا يعني عديت على ناس كتير حاولت اخس معاهم، في اللي كان حبوب زي كده وماسك بقى زمام الامور من النص، يعني ما بين ما الناس بتحترمك وتعمل لك حساب عشان هم لازم يخسوا برضو، لازم يبقوا خايفين وهم رايحين شوية وملتزمين، وما بين ان هم بيحبوا يكلموا معاكي ويعملوا الفولو اب علشان انت صاحبتهم. لان انا لو مش مرتاحه مش هبقى عايزه اكلم معاكي، لو انا خايفه منك بس هكسف اقول لك ان انا معلش دينا انا امبارح لخبطت، بس ساعديني اظبط نفسي الاسبوع الجاي. فمتهيألي يعني سحر كانت بروتوتايب للنجاح، ان هي شكرت قد ايه اسلوب التعامل معاكي مريح وجميل. هي جميله وقد ايه ده بينجح خبير التغذيه، ان هو لو ما كانش صاحب الكلاينت وبيديله مساحه كمان يعني يطلع، ما يبقاش بيخبي عليكي يعني. صح. فازاي بتعملي عارفه الميوتشوال ريليشن دي ما بينك وما بينهم، وخلال فتره الاسبوع بتتابعيهم ازاي؟ طيب هو يعني طبعا نزول الوزن ودي بتبقى جيرني طويله. ناس كتير بتبقى بقالها سنين بتحاول مش عارفه، سنين بتحاول مش عارفه. انا كتير جدا من كلاينت بتوعي بدأنا ككلاينتس وبقينا اصدقاء قوي بعد كده، لان بنقعد مده طويله بيحكوا لي. احنا كمان زي ما اتفقنا احنا مش اكل بس، احنا اكل. ايوه. يعني ممكن كلاينت تيجي تقول لي انا كنت ستريسد قوي وعندي ورايا شغل، أو يعني ممكن انصحك تعملي ايه، فبتحكي لك يعني بتحكي لي، فبيبقى عندي يعني بيبقى عندي علاقه قويه بتعملي ثيرابي جنب ان انت بس مش بس بتعملي اكل يعني بالظبط. يعني بالظبط. هو انا مثلا سي لو البروجرام بتاعي مثلا 8 اسابيع وبعد كده ممكن تتجدد، او انا دايما بحب بقول ال8 اسابيع دي انا هديكي كل حاجه. كل حاجه اقدر اديها لك في الوقت ده. I'm going to teach you how to deal with الفكره بتاعت. فانا دلوقتي هقول لك
المفروض تاكلي كذا، المفروض مم. تعملي كذا، رياضه كذا، ابعت لك رياضه معينه. لو انت بتروحي اوريدي الجيم اقول لك اطلبي من البيرسونال ترينر بتاعتك ان هي تديكي التمرينات المعينه، او انا ببعت لك حاجات موجوده. مم. طيب ده بالنسبه للرياضه. بالنسبه للاكل هاكل كذا كذا. مم. عندك انا مش بستناكي من النهارده الاسبوع الجاي وقت أيوة، أنتِ المتابعه قلتي لي. علشان تقولي لي هو ينفع اكل جزره او ينفع اكل لان كذا. احنا طول ما احنا ماشيين بيبقى عندنا اسئله بالظبط. ما قلناهاش لما اتقابلنا، بالظبط. فانت متوفره طول الاسبوع بتردي على تساؤلاتنا، صح؟ بالظبط. انت عندك على الواتساب ممكن تبعتي لي اي سؤال. يعني كتير جدا بيقول لي انا دلوقتي في كوسكو ينفع اشتري كذا كذا الله كذا. يا دينا، انت تبعتي جميله صور. والله. ايوه، ما هي لان ما هو انت انا لازم عشان ما اعلمك. نغلطش، عشان نمشي صح. ايوه، انا مش عايزاكي تاخدي الورقه وتمشي وتبقي كونفيوزد مش فاهمه اعمل ايه eventually we بيها. would be confused بالذات في الاول، بالظبط. وانهي برودكت وانهي برسنتجز، وبعدين بالظبط. برضو الحاجه موجوده كتير قوي، فحلوه قوي ان انت تبقي افيلبل تساعدينا تلحقينا. دي اتس ماي جوب اولا. وبعدين تاني حاجه انا ببقى عايزاكي تبقي فاهمه جسمك هيبقى عامل ازاي. طيب افرضي ان انت في ناس تقول لي ايه، انا كل اسبوع بنزل مع اصحابي، لازم نعمل حفله، لازم بيبقى في اعياد ميلاد، لازم. ايوه، طب هعمل ايه؟ ساعتها بقول لك اتعلمي ازاي تتعاملي مع جسمك. لو مشيتي 6 ايام مظبوطه ولخبطتي يوم، يبقى اليوم اللي بعده هتعملي تصومي كذا ساعه وبعدين ترجعي باك اون تراك. طيب افرضي ان عندي اسبوع من مثلا مسافره او رحله. هعمل ايه؟ يبقى هنروح لفيز 1 بعد ما كنا يعني احنا كنا في فيز أيوة. 1 وبعدين دخلنا فيز 2. لا دلوقتي اللي هو المودريت كارب عشان نفكر الناس، وبعدين فيز 2 اللي هو اللو كارب. انت هترجعيني بقى ساعتها عشان تديني روم شويه لو انا عندي ايفنت او بالظبط. سفريه بس عشان او اجازه. جسمي يبقى عارف انا عايزاكي مثلا افرضي ان تبقي عارفه جسمك هيستخدمها ازاي. فاقول لك تعمليها مثلا ايه بال ميتابوليك كونفيوجن، او مثلا بال اللي هو تعملي ايه يعني يوم ايه يومين. يعني انا هي المتابعه انت بالنسبه بقى لي انا المتابعه اكتر بتحطي حاجه. الافكار اللي ماشيه مع سيتويشن يو كاستمايز ات يعني. بالظبط. كاستمايز افري ويك حسب النتيجه وحسب انت الكلاينت نفسه نظامك. بالظبط. ولذلك انا بعتبر اهم حاجه في نجاح الجيرني دي هي المتابعه والكوميونيكيشن. ما انا نبقى بنحكي بقى لبعض، او انا بحكي لك وانا مش خايفه، وفي نفس الوقت انت بتفيديني، ففي عارفه في علاقه بتتبني. بالظبط. يعني في كلاينت كتير تقول لي انا تبعت لي انا النهارده مش هعمل فولو اب لاني الاسبوع اللي فات ومش وخايفه اقف على الميزان. اقول لها طيب نتكلم وما توقفيش على الميزان لمده اسبوعين. يعني انا بشوف يعني انا في النهايه I want انت يعني من ناحيه المنتال تنجحي في الاخر. انا عايزاكي منتالي اصلا تكوني مرتاحه ومش ستريسد، فمش هكون انا عنصر ضغط عليكي واكون انا اضافه للستريس اللي هو اوريدي موجود. وده فعلا اللي بيحصل ومتجرب، انه في بعض يعني خبيرين او خبراء التغذيه اللي بنتابع معاهم بيبقوا فعلا بيسببوا ضغط، وبيخلوا الواحد بعد اسبوعين 3 سواء خس او ما خسش فيهم يقول لا انا مش مكمل. الستريس بيوقف نزول الوزن. وي جو باك تو الخطوه الاولانيه، واوقات كمان بيعمل نيجاتيف ريفلكشن، يعني اللي هو لا انا قعدت في ستارفيشن 3-4 اسابيع ومفيش هات وخد، لا انا هاكل بقى واللي يحصل يحصل. وده بيحصل للاسف. ولذلك انا دايما اقول لما اوصل للحته دي لا انا عايزاكي تكلميني. مش مهم تبقى يعني مش هنعملها متابعه لانك ما وقفتيش على الميزان، بس كلميني انا عايزه اقول لك تعملي ايه علشان نكمل. فهي دي الفكره، ان المتابعه مهمه جدا. دايما بقول الجيرني دي it's a journey طويلة مش سهلة، بس هنحاول نساعد بعض ان احنا نعملها. واهم حاجة يعني يبقى فيه وضوح ويبقى فيه راحة نفسية، والحقيقة انت محققاها. الله يخليك. ويعني بشهادة الكل مش شهادة حد او 2. دينا انت الكلام معاكي ما بيخلصش. الله يخليك. بجد روضتينا جدا جدا، ومعلومات مفيدة قوي،
وطبعا اي حد عايز يجي لك يعني اكيد انت هتوفري له ميعاد اهلا وسهلا. وانا فعلا سعيده، انت نورتينا. الله يخليكي، ميرسي يا وان شاء غادة. الله نعمل حلقات تانية إن شاء نتكلم الله. فيها عن حاجات بالتفصيل اكتر. اكيد اكيد ان شاء الله. وميرسي جدا ليكي. أنا اللي بشكرك يا غادة، وكل سنة والمتابعين بخير، سواء اللي هيصوموا رمضان أو الصيام الكبير، كل سنة وأنتم كلكم طيبين وبخير. وأنا يعني أنا بعتبر نفسي بحب ده بحب شغلي، بحب أساعد الناس، بحب أدي معلومات، بحب أعمل أخلي it's educational، يعني Yes. إزاي تعرفي نفسك، ازاي تخدمي نفسك، ازاي تبقي بعد كده تقدري. يعني دايما في الجروبات بتاعتي التشالنجز بعد فتره الكلاينتس بتوعي بيبتدوا هم اللي يردوا على هم اللي الاسئله، يردوا لان هم لان خلاص انت بتبني ردنا كتير knowledge. ده الاهم حاجه. دي اهم حاجه to know your body how it works، علشان تقدري تبقى يعني حاجه تستمر معاكي على طول. يعني. بالظبط. ميرسي جدا يا دينا، شكرا ليكي. العافيه. أعزائي المشاهدين، اليوم السادس أتمنى تكون الحلقة كانت جميلة ومفيدة وأتمنى أن كلنا نلتزم بالنظام اللي دينا حطته لنا، سواء كان في صيام رمضان أو الصيام الكبير. وأنا كنت سعيدة أن أنا كنت معاكم النهاردة. كل سنة وأنتم طيبين وتصبحوا على خير.